ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا. اي والله قليلا. تذكر البشر مساكين كثير، تعرف فلان ونكلم فلان، قليلا ما تذكرون. الله يقول قصة هذا العبد العظيم 60 سنة في البلاء، جلس 18 سنة، 60 سنة في الصحة والأولاد والأموال وكله، ثم 18 سنة في البلاء، ثم جاءت زوجته بعد 18 سنة، مو ب8 أيام ولا أسبوع وهم عندهم فقر، 18 سنة، قالت ادعوا الله لنا، شوف حالنا. فأقسم بالله أنه يعاقبها. كيف تتجزع على رب العالمين؟ الله أكبر. ناس تعرف وش خذ، احنا نشوف وش اللي أخذ منا، ما نشوف وش اللي عندنا. ولا كم من أحبابك الآن من يتنفس من الصبح وهو يتنفس، ما نقصته ولا نفس. كم واحد؟ كل هذه الأنفاس من؟ يعني لو تشكر في كل نفس على هالقضية بس على أبنائك، أولادك يتنفسون غيرك بجهاز تنفس، لو تفصل الجهاز مات. من اللي يحرك أنفاس أبنائي وأبنائك وعيني وعينك؟ ناس تعرف وش تاخذ وناس تعرف وش أخذ منها. بس إن في ذلك لآيات لكل صبار إيش؟ شكور. خذها قاعدة، إذا لم تشكر في السراء لن تصبر في الضراء. لو أعطي واحد اليوم 1,000,000 وبكرة 20 مليار، وبعد أعطيه أعبي بيته كلها مما يحتاج، ثم بعدين أعطيه قصر، ثم أعطيه استراحة، ثم أعطيه، ثم بعد شهر خط منه 10 ريال، يزعل؟ يقول إلا فداك وكل منك. صح؟ في ناس قليل كذا، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أيوب منهم. قال لها تعالي، يقول تعالي نتناقش نتحاسب، أنت زعلانة أن الله سبحانه وتعالى ابتلانا 18 سنة، كم مكثنا في الصحة والنعيم ومع عيالنا كم؟ قالت 60 سنة. قال وكم لنا في البلاء؟ قالت 18 سنة. قال والله إني أستحي على الأقل نكمل 60 بلاء و60 ثم أقول يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان ما أعظم هؤلاء، ولقد اخترناهم على علم وبيناسهم. فلما رأى القضية زادت عليه، وراحت امرأته تشتغل عند الناس، ثم باعت شعرها وفيرتها عشان يأكلون. وأيوب كأنك تراه بالصوت والصورة، وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له سبحانك فكشفنا ما به من ضر. مباشرة، لا أدوية ولا مواعيد، منتهى، كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بس هو طلب هذه؟ لا. وأتيناه أهله؟ بس لا. ومثلهم معهم. كل هذه العطايا رحمة من عند رب العالمين، رحمة من عندنا. بعد هذه الكلمة جاءت جملة أنا أحتاجها لي ولك. الكلام الأول له، قال جل في علاه رحمة